في واحد كتب لي تعليق، كنت انا قايل لحياة افضل استراليا ومتحرك، فقال لي يا عم ده انت مش لاقي سكن. والحقيقه ان هو معاه حق، يعني ان هو يقول كده، بس هو الحقيقه يا صاحبي ان الفيديوهات اللي انت بتشوفها دي هي بتكون اتس دان. يعني انا حتى قايل في الفيديو الاولاني بتاع السكن ان احنا يا جماعه مش هننزل الفيديوهات دي الا ان شاء الله هنكون سكننا يعني. وفي نقطه برضه انا عايز اقول لك عليها، ومعظم الناس يا جماعه الناس ما بتبقاش قاعده في الشارع، هو انت بس بتحاول تشوف سكن ارخص وافضل، لان اي سكن مفروش ايا ما يكن هو فين بيكون اغلى. اعتقد بيكون ضعف المبلغ لو انت مثلا بتاسس بيت وبتجيب يعني هتجيب فرش وكده، يعني بيبقى الضعف. فالحقيقه ان الناس، حتى الناس اللي بتدور على سكن في استراليا، هي بتبقى قاعده برضه في سكن، بس سكن الجاهز زي اير بي ان بي. ممكن في بعض الناس تبقى موجوده تقعد في فلات ميت، دي بتبقى زي شير كده انت مع الناس وكده، لكن الناس ما بتبقاش قاعده في الشارع. فاحنا مش هنختزل حياه افضل في استراليا علشان حد مش لاقي سكن. والحمد لله يعني قدرنا ان احنا نجيب السكن. والفيديوهات دي انا بحب دايما ان انا يعني اعرض لكم الرحله، مش علشان احنا بنوري بقى مهارات وكده، لا، علشان في ناس وتواصلوا معايا كتير، في ناس جت وناس لسه هتيجي عايزه تشوف التجربه الافتراضيه دي ايه اللي بيحصل فيها، علشان في ناس كتيره عندها يا جماعه، مش هقول خوف من المجهول، لكن على الاقل احنا بنطمنهم عشان لما يجوا يحسوا ان هم مطمنين وما يكونش فيه. فهو ده الهدف من الفيديوهات يعني. بس